لو انت عملت التخاطر اكتر من مره وما نجحش معاك، اعرف ان الفيديو ده انا عامله علشانك. فيا ريت تدوس لايك علشان عايز اعرف عدد الناس اللي التخاطر مش بينجح معاها. طبعا سؤال بتساله، طب بينجح مع الناس كلها ليه معايا انا لا؟ فبتحس ان المشكله من عندك. الفكره تكمن في حاجه صغيره قد كده. تمام، شوف يا حاجه صغيره قد كده، ان انت لو عندك احتياج شديد جدا للشخص ده، فبالتالي لما بتعمل خطوات استحضار المشاعر فبتفتكر الذكريات اللي هو لازم مطلوب علشان تعمل تخاطر انك تفتكرها، باعتبارها ان هي مولد اساسي لعمليه ارسال الافكار والمشاعر اساسا. فانت لما بتفتكر الذكريات دي، بدل ما مسارك يتحول المسار اللي احنا عايزينه وهو انك تحس بانبساط وتحس ان المشاعر بتتكرر من جديد وبتتعاد وكانها فعلا شريط سينمائي قدامك، فانت المفروض تنبسط، لان المشاعر الايجابيه قياسيا بتبقى ليها مفعول اقوى بكتير جدا من المشاعر السلبيه. هنا بيحصل العكس، هنا انت ممكن تكون بتعمل خطوات صح جدا، بس تيجي عند نقطه استذكار المشاعر بتفكر بطريقه سلبيه. بمعنى الايام دي لو ترجع تاني، او لما بتفتكر بتتضايق علشان الحاجات دي مش هتتكرر تاني، وده بيدخلك في مود اكتئاب اكتر. فيمكن ده اللي بيبوظ التخاطر، لان الطاقه المفروض بتتبعت تبقى ليها ترددات معينه. هنا انت بتبعت طاقه بس ليها ترددات تانية، ممكن تيجي نتيجه عكسيه. فانا مش هستغرب لما الاقي في ناس فعلا بتبعت لي مسجات تقول لي انا عملت التخاطر، عمل لي بلوك، عملت التخاطر اتخانق معايا وفصلنا عن بعض. فهنا ايقنت ان السبب مش في الخطوات على قد ما هو في طريقه تفكيرك انت اثناء عمليه استحضار الشعور. علشان كده مطلوب منك ان لما تيجي تجربه المره الثانيه تتخيل المشاعر الايجابيه اللي انت حاسسها، تمام، وما تيجي لك اي فكره سلبيه تجاهلها. اللي هو ايام دي صعب ترجع، وانت ليه بتعذب نفسك تفتكر تاني، واللي هو كذا 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 كذا. لا، افتكر وحس ان المشاعر بتتكرر من اول وجديد، وان انت على الاقل في الخمس دقايق دول هتكون مبسوط. وبس كل ده علشانك، كل الفيلينجز الحلوه دي علشانك. ما اعرفش اشوفك تاني ولا لا، بس انا حابب اعرفك او احسسك ان انا فاكر لك كل حاجه حلوه. بالمنظور ده اللي بيخلي التخاطر ينجح. علشان كده في نسبه كبيره جدا 70% من الناس اللي بتعمل تخاطر بينجح معاها. ده ليه؟ عشان هم لما بيعملوا استذكار للمشاعر بيستذكروا المشاعر بطريقه ايجابيه مش سلبيه، فبالتالي بيوصلوا للنتيجه اللي هم عايزينها. اتمنى تكون الرساله وصلت، ولايك وشجعوني كتير علشان ارد على الاستفسارات دي. بحبكم قوي.